لسه داخل علينا زاهر. وحضرتك بعد البرنامج ما شاء الله النجاح الكبير بتاعه اتنقلت في اعمال فنيه. صح. في عمل فني في اول مسلسل ليك في 2006 تقريبا. 2007 بعد البرنامج على طول. 2007 كان مسلسل مش حرمت يا بابا، كان قبله كان في كابتشينو. ايوه كابتشينو. كان لايت، حاجه لايت كوميدي كده، طبعا. كان جميل جدا. والمسلسل الاجمل بالنسبه لنا كجمهور فرقه ناجي عطا. هنسرق باب. ايه وليا انا كمان. كان بصمه فنيه كبيره، الجمهور كله مشدود، ودورك كان دور مميز. في نهايه الحلقات انت محور القصه، انت اللي انقذت الموقف كله. لسه داخل علينا زاهر. تعاملك مع الزعيم عادل امام وقتها ووجودك قدام الكاميرا كان هو الشغل مع الاستاذ عادل امام بيمر ب3 مراحل. يعني بيمر بمرحله الانبهار، خلاص اصلا ان انت بتبقى قلقان، بلاش اقول خايف دي، يعني ان انت لو خايف تروح تمثل مع الاستاذ مش تنزل من بيتكم. يعني خلاص انت مجرد ما ترشحت بتاخد ثقه كبيره جدا 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 انه تمام، ان الاستاذ عادل امام موافق عليك، الانتاج موافق عليك، رامي امام موافق عليك ومرشحك، فانت بتاخد ثقه كبيره جدا. خلاص ما بتقعدش تحسب حسابات كتير. الحسابات الكتير بتيجي من ان انت تبقى مش عارف مكانك في اللوكيشن او مكانك في المعادله. لكن انت لما بتعرف ان انت خلاص الاستاذ مختارك، دي بتشيل من عنك حسابات كتير انت ممكن تبقى جاهل فيها. يعني انت ممكن تبقى خبرتك قليله، ما تعرفش تحكم على زميل، ما تعرفش تحكم على نفسك، ما تعرفش تحكم على زميله. لكن الاستاذ عادل امام اكيد عارف يحكم عليك. انت صح. بعد 50 سنه هو شغل، ما شاء الله انت بالنسبه له لسه صغنن، واخد بالك، ولسه بتبتدي، وبس هو دي شغله الجواهرجي بقى. ايوه هي دي شغلته. فهو انت بتاخد دفعه جامده جدا بتعدي ال70% مجرد ما هو بيختار.